طب ايه الطريقه الصحيحه لغسيل الاسنان؟ سؤال حلو. الطريقه هو في طرق كتير جدا، اشهرهم اللي انا هقولها، بس في تعقيب ليا عليه هقوله في الاخر. الغسيل السنان نفسه بتبقى طريقه دائريه. فاكر اغنيه صفاء ابو السعود زمان اللي هي بتقول لك يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر؟ عارف الاغنيه دي؟ الاغنيه بتاعت زمان دي كانت ايه؟ بتيجي في الجزء بتاعت فرش السنان تقول لك ايه؟ الصف الفوقاني من فوقه لتحتيه، والصف التحتاني من تحتيه لفوقيه. هي شرحت يعني حاجه علميه معقده جدا بس في 3 دقائق كده، في دقيقتين. الفكره ان انت بتمشي باتجاه الفرشه من اللثه للسنه، تمام؟ يعني انت مثلا الصف الفوقاني هتمشي من فوق لتحت، انت عندك اللثه فوق والسنه تحت، فبتمشي من فوق لتحت او بحركه دائريه. العكس في التحت، اللثه تحت والسنه فوق، فالصف التحتاني من تحت لفوق، من تحتيه لفوقيه. فاهم ازاي؟ يعني هي الفكره في غسيل السنان بالطريقه الاشهر ان انت تمشي طريقه دائريه، وبتمشي من اتجاه اللثه لاتجاه السنه. نصيحتي انا، اغسل باي طريقه تعجبك، ايا كانت الطريقه، المهم تغسل. ليه؟ انا لما يجي مريض اصلا ما بيغسلش اسنانه في العياده، وده الاغلبيه ما بيغسلش اسنانه اصلا، وعايز يقول لي طب انا عايز اغسل سناني. لما انا اجي اقول له اغسل سنانك وقيده يعني اعمل له قيود بطريقه معينه، بص الطريقه دي عمره ما هيغسل اكتر، يعني خلاص هتبقى بالنسبه له الموضوع تقيل جدا. زي بالظبط حد من الائمه او الصحابه انا مش فاكر، قال لك لو كان الصلاه من غير وضوء كانت الناس كلها صلت. قال يعني الوضوء هو اللي متقل الصلاه، يعني لسه هتوضى يروح مكسر عن الصلاه. فما تقنعنيش ان في واحد اصلا ما بيغسلش اسنانه هاجي اقول له اغسلها، واجي اقول له بعد كده اغسلها بطريقه معينه وامشي بطريقه دائريه، مش هيغسلها اصلا. فالموضوع فكرته مبدا الغسيل ايا كانت الطريقه اللي هتريحك، بس اغسل سنانك، ده المهم. ولكن بحذر، يعني بلاش تتعافى على الفرشه وعلى الاسنان وعلى اللثه، بحذر بس.